تشاهدون في رمضان البرنامج البديل لطائر السعيدة للإعلامية المبدعة مايا العبسي. قبل الدخول في التفاصيل لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. فهل تعتقد أن البرنامج الجديد سيكون أقوى من طائر السعيدة؟ تابع التفاصيل. برنامج ليالي السعيدة، البرنامج الجديد والبديل لبرنامج طائر السعيدة، والذي كانت تقدمه الإعلامية مايا العبسي. لكن البرنامج الجديد بشكل مختلف، ويقدمه الثنائي أشواق علي وعدنان الشرعبي. أهم مميزات البرنامج في موسمه الجديد: طابع ميداني ومباشر. يتميز البرنامج بكونه برنامجا ميدانيا يبث مباشرة من بين الناس. جوائز وتحقيق أحلام. يركز البرنامج على تقديم جوائز متنوعة وتحقيق أحلام المشاركين في الميدان. التفاعل المباشر. يفتح البرنامج باب الاتصالات للجمهور لربح جوائز فورية. فقرة الخزنة. يتضمن البرنامج فقرة مشوقة تسمى الخزنة، حيث يدخلون المشاركون في مفاوضات للفوز بالكنوز أو المبالغ الموجودة داخلها. التعرف على اليمن. يهدف البرنامج إلى تعريف المشاهدين أكثر ببلادهم وتراثها في قالب ترفيهي. قصص إنسانية. أكد مقدمو البرنامج أن هذه السنة ستكون مختلفة تماما، حيث سيسلط الميدان الضوء على قصص واقعية ومؤثرة. انتظرونا بالفيديوهات القادمة للمزيد عن برامج ومسلسلات رمضان اليمنية.